لو عايزة تعملي فراخ مقرمشة وجميلة وطعمة زي ديت وبأقل تمن هترمي معاكي كمية حلوة والولاد هيتبسطوا قوي منها. تعالي اقولك انا عملت ايه. دي وينجز، دي اجنحة دجاج. انا اكلتها في محل مشهور، محل بيتزا، وعجبتني، ومن ساعتها وانا بعمل اجنحة الدجاج. مش عيب في الغلا اللي بقينا فيه ده ان احنا نعمل اجنحة الدجاج. بتبقى لذيذة وبتبقى حلوة، بس أهم حاجة تعمليها بطريقة حلوة. أنا جبت أجنحة الدجاج، غسلتها كويس ونقعتها في مية بليمون وملح وسبتها شوية، وبعد كده غسلتها كويس تاني وحطيتها في مصفى اتصفت كويس قوي. جبت مية على النار في حلة خليتها تغلي، حطيت ورق لورا، حطيت بصلاية، حطيت طماطماية، حطيت فص حبهان. واول ما غليت الميه سقطت الاجنحه، استوت. ما اوعي تتهري منك، تبقى سواها كويس. استوت، طلعتها حطيتها في مصفى، صفت كل الشوربه اللي فيها والميه. وبعد كده جبت بقى، دي اهم بقى خطوه، لو انت عامله 2 كيلو وينجز زي ما انا عامله كده، هاتي بيضتين كبار اضربيهم في بوله وحطي عليهم فلفل اسود عشان ريحه الزفاره، وهاتي طبق حطي فيه كوبايه دقيق، حطي عليه بابريكا، توم باودر، بصل باودر، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وهاتي بوله فيها ميه ساقعه متلجه، وابدأي بقى اعملي اللي انا هقولك عليه. اول حاجه بتجيبي الجناح تسقطيه في البيض، تسقطيه في الدقيق، وبعد كده تسقطيه في البيض، وبعد ما تسقطيه في البيض اسقطيه في الفيجيتار وسيبيه شويه. يعني انت بعد ما تبهريهم كده بالفيجيتار والدقيق سيبيه شويه. ليه؟ علشان الجناح البقسماط اللي عليه يثبت عليه، واما تيجي تقلي ما ينزلش منك في الطاسه. ويا ريت لو تحطيه في الفريزر شويه هيبقى جميل جدا ومش هيبهدلك الزيت اللي انت عاملاه. هاتي بقى على النار طاسه فيها زيت، زيت غزير طبعا. وبعد كده خلي الزيت يسخن، وبعد ما يسخن علشان تقدري تحطي، اول ما تحطي الوينجز اللي هي اجنحه الدجاج، اول ما تحطيها في الزيت تاخد اللون الذهبي. حمري الكميه كلها، وبرضو حطيهم في مصفى عشان لو في زيت ولا حاجه يتصفى. وبعد كده قدميه بالطريقه اللي حضرتك شايفاها دي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اعاده نشر للفيديو ولايك. بعد ما يتصفى من الزيت هاتي بقى طبق كده يكون شكله حلو، واعملي فيه قطعي خيار زي ما انا مقطعه كده وطماطم، ورصي بقى الاجنحه. محدش ابدا هيقول دي اجنحه، وطعمها بتبقى جميل. بس لما تيجي تشتري الاجنحه اشتريها كبيره، علشان الجناح الكبير بيبقى له طعم حلو وبيبقى فيه كله لحم. وعلمي بنتك لو مقبله على الجواز ازاي تقدم الاكل ويكون شكله حلو، ده مهم جدا. ليه؟ لان العين بتاكل قبل المعده. يعني مش تغرف الرز كده في الطبق على طول، لا، الرز تحطه في بوله وبعد كده تقلبه في الطبق علشان يبقى شكله حلو ويصر، يعني يخلي اللي بياكل يبقى مبسوط من منظر الاكل. اي حاجه بقى قيسي على ده، اي حاجه، اي اكل يتقدم لازم يتقدم بطريقه جميله. لو انت معايا لغاية هنا اعملي لايك للفيديو وإعادة نشر، ولو مش مشتركة عندي في القناة اشتركي. ويا رب يكون الفيديو عجبك، وإن شاء الله تقومي تطبقي اللي أنا قلته ويعجبك. وأترككم في رعاية الله. السلام عليكم. معلش قبل ما اسيبكم، انا في معلومه ما قلتهاش، ما وضحتهاش. انتي البوله اللي فيها ميه ساقعه دي بتستعمليها في حاله لو ما استعملتيش الفيجيتار. يعني تحطي الوينجز او الجناح في الاول في الدقيق، وبعدين تغمسيه في البيض، وبعد كده تطلعيه من البيض تغمسيه في الدقيق تاني، وتروحي نازله بالجناح في الميه الساقعه وتنزلي بيه على الزيت على طول. مش هيحصل حاجه، ما تخافيش وما تقلقيش. انما بقى لو مش هتستعملي الدقيق مرة تانية وهتستعملي بداله الفيجيتار، لان انا عن نفسي استعملت جزء بفيجيتار حار وجزء بالدقيق، فخلي بالك من النقطة دي عشان انا قلتها بس وما وضحتهاش. يلا السلام عليكم، واترككم في رعاية الله وامنه.